This country is at war with you and you and you and you and you and you. أن هذه المنطقة، أنا بقول أن هذه المنطقة ستشهد حربا عالمية ثالثة. استيقظوا يا أشرار التاريخ. يا نهار اسود، ما بين عام 2020 وما بين عام 2025 تقريبا. عشان انا ما اقدرش اكذب عليك، انا راجل كوريكتو. الحرب العالمية الثالثة هتبقى المنطقة بتاعتها واضحة جدا، هتيجي من الناحية التانية الناحية الشمالية قادمة من انجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى. يبقى الحرب العالمية ممكن تكون هنا يا عم توفيق؟ لا مش ممكن، ده أكيد. دليلك إيه؟ أقسم بالله تحدث. تخيل بقى إن أنا بقسم بالله تحدث. اللي ما يعرفش ومش عيب، اما احنا عارفين احنا بنقول ايه. روسيا النهارده والاعلام الروسي نشر القائمه الكامله للدول اللي روسيا بتعتبرها غير صديقه. ماذا يحدث لنا هنا في بلدنا وفي منطقتنا وفي اقليمنا لو نشبت حرب عالميه او نشبت حرب روسيه امريكيه اوروبيه؟ بس واتس فور مي ان ات، انا فين في ايه في الحكايه دي؟ انا عليك مش فاهم انجليزي. هي يا جماعه الحروب العالميه لا تبدا عالميه، ولكن تبدا حرب بين دولتين، ثم تصبح اقليميه، ثم تصبح عالميه. الكل يعلم ان حربا عالميه ثالثه لا يمكن ان تكون الا نوويه. هل نحن مقدمون على حرب عالمية ثالثة؟ ما هو السيناريو المتوقع لأي عمل عسكري روسي محتمل؟ Ukrainian forces and Russian-backed rebels meant to deter Russian President Vladimir Putin from invading Ukraine. Now we've had this conversation. بيصل بيك من خلال هذه المراحل إلى الحرب العالمية الثالثة. مش عارف أعمل إيه، انصحني. والحرب العالمية الثالثة إحنا بنقول عليها الحرب العالمية الثالثة. بس ثواني يا عم علاء، عشان أنا مش مترجم اللي أنت بتقوله ده خالص. أنا ما بقعدش هلفظ، ولا لما بضحك وبهزر وبقول كلام فيه ضحك وفيه تهريج وفيه بتاع إن أنا بفوت. لا 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 من فضلك. في يا استاذ احنا صعايده. لا تفهم كده، يبقى انت مسافر في 6 إلا تلت الصبح. هذه الحرب حرب فاصلة وحرب نهاية الزمان. شغل جوه ده شبح. وفقا لصورة الروم ان اللي هينتصر هو الحلف العربي الروسي. سامعين بقول ايه؟ ما تاخذنيش يعني يا باشا، مش حاطط ايدي على البلف، الدماغ مش واصله. ان لم يفيقوا العرب الى امر انفسهم فعليهم ان يتحملوا. ويل للعرب من شر قد اقترب، لان هذا الفيلم مصنوع مخصوص لحرب المدن. And all at the push of a button. 5 بالحب. هل نحن مقدمون على حرب عالمية ثالثة؟